لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير بنات، صحتكم لاباس. نرحب بكل متابعي اللي دخلوا قناتي ونقول لهم ألف مرحبا بكم، نورتوني. واللي مش مشاركة في قناتي ونقول لها كيما نعطي بزاف مع أسرار الوصفات الناجحة، كاين غير جديد، وصفاتي جد اقتصاديين وسهلين. قبل ما نبداو فيديو حباتي ما تنساوش تخلوا لي جيم واشتراك وكومنتير وتبارطاجوا لي هذا الفيديو مع أحبابكم وأصدقائكم. اليوم راح نشارك معكم وصفة الآيس كريم يجي كيما تاع المحلات طبق الأصل بمكونات موجودة في كل بيت. صدقوني من بعد هذه الوصفة مش راح تزيدوا كامل تشروه، توكلي حتى الجيران وتوكلي أولادك. ننصحك هذه الوصفة لازم تجربيها لأنه صراحة تستحق التجربة. نوضي جربيه وفرحي به ولادك لأنه هذه الوصفة حتخرج لك كمية كبيرة بزاف بنين هذا الايس كريم. نخليكم حبيباتي تتابعوا المقادير بالتفصيل، فرجة ممتعة للجميع. راح نضع كاس حليب يكون مقلاصي من الثلاجة، لازم يكون جامد هذاك الحليب هكذاك باش ينجح لك الايس كريم. راح نضيف هذاك الكاس كامل تاع الحليب، نضيف له نصف كاس كريمة شونتي، سعة الكاس 220 ملي، ونضيف له علبة تاع فلون تاع فاني، الوزن العلبة 50 غرام. هذاك العلبة الصغيرة تاع نوارة اللي استعملتها نوعية بزاف مليحة. خلط جيدا بالباتور حتى يثقلنا شوية هذاك الايس كريم، ماشي بزاف. دوك نعطيكم القوام كيفاش يكون. هنايا راح نتوقف على الباتور، وهنايا في علبة راح نفرغ الايس كريم. شوفوا هنا القوام تاعو يجي ثقيل ماشي بزاف. ومن بعد راح نغلق عليه هذيك العلبة ونحطها في الثلاجة. الذوق الثاني تاع الفريز، هنايا في إناء راح نضع كاس حليب يكون بارد جدا من الثلاجة هكذاك باش ينجح لك الايس كريم. نعاود لكم الوصفة هكذاك باش تحفظوها مليح وينجح لكم الايس كريم. هنايا كنت حطيت علبة تاع فلو 50 غرام تاع الفراولة، نصف كاس كريمة شونتي، ملعقة كبيرة حليب بودرة، ونبدا نطلع جيدا بالخلاط الكهربائي حتى يثقلنا الخليط تاع الايس كريم. ومن بعد مباشرة نحطه في بورتمونجي. الايس كريم نصها فريز ونصها تاع ليمون كنت حطيتها في الثلاجة مع الايس كريم، باتت ليلة كاملة. غير خرجت الايس كريم لقيت هذيك العلبة طاروا بيها. المهم صحتهم. هنايا كنت في إناء حطيت كاس حليب بارد جدا من الثلاجة، ضفت له علبة فلو 50 غرام، ملعقة كبيرة حليب تاع بودرة، ونصف كاس كريمة شونتي. نخلط جيدا بالخلاط الكهربائي حتى يثقلنا الخليط مش بزاف. من بعد مباشرة نحطه في علبة ونغلق عليه جيدا ونحطه في الثلاجة ليلة كاملة. بعد ما كملت الايس كريم وبات لي ليلة كاملة، هذيك الكوانتيتي اللي كنت شاركتها معكم في البورتمونجي الكبيرة كنت خليته يبات لي ليلة كاملة. وهذا من قبل خدمته كنت كمية الايس كريم ضاعفت فيها لأنه الوصفة بزاف ناجحة هكذاك باش أيامات وحنايا ناكلو في الايس كريم. هنا كنت جبت ملعقة تاع الايس كريم ونحطو ذوق الشوكولا والذوق تاع الفريز، ومن بعد نحط ذوق تاع الفاني. ضفت كامل هذوك الأذواق في الكؤوس. راح نضيف ذوق تاع الفريز والشوكولا ونزينهم توبينغ تاع الفراولة وتوبينغ تاع الكراميل. الفيديو تاع التوبينغ تاع الفراولة كنت خدمته راه في قناتي، الفيديو حطوه لكم في صندوق الوصف. ونزين كامل هذوك الكؤوس ومن بعد نشوفهم في التقديم. هنايا بعد ما كملت الايس كريم وزينته صراحة يجي بزاف بنين، يجي البناء ولا اروع. انا ملي تعلمت هذه الوصفة وليت كامل ما نمشيش محلات، ديما نجرب هذه الوصفة ونخدم كونتيتي كبيرة. وهذه الوصفة ناجحة من اول تجربة. ننصحكم تجربوه وتفرحوا به ولادكم لانه هذه الوصفة راح توكلي جيرانك وتوكلي ولادك. ان شاء الله فيديو اليوم يكون نال اعجابكم. وين عجبكم الفيديو حبيباتي ما تبخلوش عليا بالجيم والاشتراك كومنتير وبارطاجوا لي هذا الفيديو مع احبابكم واصدقائكم. نتمنى تفرحوني كما نفرح فيكم بوصفاتي.
وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفات أخرى. دمتم وفيا لقناة أسرار وصفات الناجية.